هجرب معاكم اعمل صينيه عجه بالبيض في الاير فراير، وهنشوف هتاخد وقت قد ايه. انا عملت العجه المصريه بالطريقه العاديه جدا بتاعه امهاتنا، تنفع لغدا سريع او عشاء او حتى فطار. حبيت اعملها المره دي في القلايه الهوائيه ونشوف النتيجه مع بعض. ولو اول مره تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل، وهتلاقي عندي قائمه تشغيل للاير فراير. جهزت العجه وحطيتها في طبق فويل، وخلي بالك طبق الفويل لو الطروف بتاعته حاده اتني الطروف لفوق عشان ما تخربشيش الشبكه. الكميه اللي انا عاملاها مش كتير، هما 5 بيضات والخضره وباقي مقادير العجه. ظبطت الوقت 20 دقيقه على درجه حراره 180 عشان تستوى كويس. ما تعليش درجه الحراره اكتر من كده عشان ما تتحمرش من فوق وتبقى من جوه نيه. ودلوقتي عدى 15 دقيقه، هفتح كده اطمن اشوف اخبارها ايه. ما شاء الله شكلها جميل، هي شكلها استوت، بس برضو لازم تختبريها بخله زي الكيك بالظبط عشان ما يبقاش شكلها من بره مستوي من جوه لسه نيه. الخله كده بتطلع نظيفه اهي، بس برضو زيادة اطمئنان هدخلها كمان 3 دقايق. وكده اجمالي الوقت اخدت 18 دقيقة على درجة حرارة 180 وطلعت بالشكل ده. وتتأكدي ازاي انها استوت؟ اختبرناها بالخلة وطلعت نضيفة، وكمان هنا الصينية في الجناب هتلاقيها فصلت كده. كده تتأكدي انها استوت كويس جدا من جوه. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك واكتبي لي رأيك في التعليقات عشان تشجعيني اعمل فيديوز جديدة عن الاير فراير. واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.